الطريقه اللي هي الكرايوسكوبيك ميثود او الفريزنج بوينت ديبريشن ميثود. الاثنين دول هم يعني الطريقه دي والطريقه يعني كرايوسكوبيك ميثود ليها مسمى تاني اللي هو الفريزنج بوينت ديبريشن ميثود. هو دكتور معلش انا اسف، انت مش بتقول لي انا هعمل توريستي ادجستمنت هظبط التوريستي؟ ايه علاقه الفريزنج بوينت؟ اسكتي، مش احنا قلنا في الاول ان احنا كولاجيتيف بروبرتيز؟ يعني ممكن من ضمن الطرق ومن ضمن الميثودز ان انا اظبط او بمعلوميه، لو انا اعرف معلومه عن الفريزنج بوينت بتاعت السوليوشن ده من خلالها اقدر اعرف التوريستي، لان هم كوليجيتيف بروبرتيز مترابطين ببعض، واي تغيير بيحصل هنا بيحصل تغيير هنا بنفس القيمه بالظبط. فاذا بمعلومه الفريزنج بوينت اقدر اطلع قانون اظبط من خلاله التوريستي واتوقع التوريستي بتاعت السوليوشن بتاعي. تمام. طيب ماشي، حلو قوي يا دكتورتنا الكلام اللطيف اللي انت بتقول عليه ده. اوكي، اول حاجه انا عايزك تمشي معايا بنفس طريقتي وسيبك من طريقه الدكتور عندكم. انا يهمني اخليك تعرف تحل. هتحل ان شاء الله، هنيجي السلايدات عندك ونشوف. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم اللي عايزك تحفظيها، الفريزنج بوينت بتاعه البلد ماينس 0.52 سلسيوس. هو الفريزنج بوينت بتاعت الميه بكام؟ بصفر. امال ليه البلد بيتجمد تحت الصفر؟ يعني ماينس نص، ليه بيتجمد تحت الصفر؟ مش انا قلت لك ان انا عندي خاصيه بتحصل لاي محلول في الدنيا لما احط عليه بارتكلز ان هو بيحصل له فريزنج بوينت ديبريشن، يعني درجه حراره تجمده بتقل بمجرد ان احنا حاطين عليه بارتكلز. عشان كده الميه المالحه بتتجمد عند درجات حراره قليله عكس الميه العذبه. يعني لو عندك ميه عذبه هتتجمد عند درجه حراره صفر، طب ميه مالحه لا، هتتجمد عند درجه حراره اقل من الصفر. ليه اقل؟ حصل فريزنج بوينت ديبريشن. ليه؟ لان انا حطيت بارتكلز مع الميه، فالبارتكلز اللي اتحطت في الميه دي اثرت على خواص الميه واضافت لها خاصيه اسمها فريزنج بوينت ديبريشن، يعني قللت الفريزنج بوينت بتاعتها. هل قللت الفريزنج بوينت بس؟ لا، ده كان عندي 4 خواص كمان، علت البويلنج بوينت. عشان كده وانت في الطبخ، عشان كده واحنا في المطبخ يقول لك ايه؟ اما تيجي تسلقي مكرونه مثلا، حلو، او لما اجي عايز الميه تغلي بسرعه، يعني انا عايز الميه تغلي بسرعه، احط الملح الاول في الميه قبل ما تغلي ولا احط الملح بعد ما الميه تغلي؟ شغل المطبخ بقى. نعمل ايه؟ لو حطيتي الملح في الميه قبل ما تغلي كده انت حولتي الميه دي لسوليوشن، حطيتي بارتكلز في الميه، فتسببتي في انك هتضيفي للمحلول ده خاصيه وهي البويلنج بوينت اليفيشن، يعني هنرفع البويلنج بوينت بتاعه الوسط بتاعي. فبدل ما كانت درجه حراره الغليان بتاعه الميه قبل اضافه الملح هي 100، لا حضرتك حطيتي عليها ملح، فمثلا الميه بقت مطلوب منها تغلي عند 105، فهتاخد وقت اطول علشان تغلي. فلو انت مثلا مستنيه الميه تغلي عشان تروحي منزله فيها المكرونه ولا منزله فيها مش عارف ايه، لا هتستني كتير. فساعتها يبقى الصح ان الميه تغلي الاول وحطي الملح يا ستي. احنا لازم نحط ملح عشان نظبط الكلام يا دكتور، حطي الملح بعد الميه ما تغلي. طب لو انا عايز العكس، لو انا عايز الحاجه تاخد حراره اكتر، يعني انا مثلا عايز اللحمه تاخد لها حراره اكتر، تستوي اكتر، تاخد درجه حراره اعلى عشان تستوي احسن. مش عايزها تستوي عند 100، انا عايزها تستوي عند 105 او 110. فساعتها لا، حطي الملح من الاول وحطي بهاراتك من الاول في الميه قبل ما تغلي. ليه؟ عشان الميه ساعتها هتغلي عند درجه حراره اعلى، فاللحمه تنزل في وسط اسخن واسخن فتستوي احسن. فده شغل ايه بقى؟ ده شغل شيف شربيني ده، واحنا عندنا امتحانات ولا عندنا ايه؟ هو شغل المطبخ، هو ده اللي بياكل العيش. المهم، فاذا انا هنا عرفت ان اضافه بارتكلز على السولفنت بتاعي هتكسبه خاصيه وهي الفريزنج بوينت ديبريشن، يعني يحصل انخفاض في الفريزنج بوينت ويحصل ارتفاع في البويلنج بوينت ويحصل انخفاض في الفيبر بريشر ويحصل ارتفاع في مين؟ في الاوزموتيك بريشر، كلهم مرتبطين ببعض. طب هنا انا اصلا همي ايه؟ همي التوريستي الاوزموتيك بريشر، بس مش بعملها بالتعامل مع الاوزموتيك بريشر. ما هو انا لو عندي طريقه اتعامل مع الاوزموتيك بريشر على طول كنت عملتها، لكن احنا ليه بنلف وندور؟ لان احنا ما عندناش طريقه نعرف بيها الاوزموتيك بريشر او نظبط بيها الاوزموتيك بريشر بشكل مباشر، فبنروح نشوف طريقه ثانيه غير مباشره بس مرتبطه بالاوزموتيك بريشر، اللي هي مين؟ اللي هي الكرايوسكوبيك ميثود او الفريزنج بوينت ديبريشن ميثود، اف بي دي اسمها كده. طب اول معلومه حفظ عند حضرتك، وهي ان الفريزنج بوينت ديبريشن التارجت بتاعي ان يبقى 0.52. ما تتخضيش، منطقي جدا. مش انا الفريزنج بوينت بتاعت الدم نيجاتيف 0.52، يعني الدم بتاعنا بيتجمد عند سالب نص. حلو، وانا عايز المحلول بتاعي اللي يخش على الدم من بره، هدي حقنه، هعمل حقنه، هحقنك اي في. انا عايز الحقنه بتاعتي، المحلول بتاع الحقنه اللي هيخش جوه الدم ده، عايز الفريزنج بوينت بتاعته كام؟
نيجاتيف 0.52 برضه. ليه؟ طالما الفريزنج بوينت بتاعتهم واحده يبقى عدد البارتكلز بتاعهم واحد، يبقى البويلنج بوينت بتاعتهم واحده، يبقى الاوزموتيك بريشر بتاعهم واحد، فيبقوا هما الاثنين ايزوتونيك. يبقى اذا انا عايز المحلول بتاعي بره، يبقى ماله؟ يبقى الفريزنج بوينت بتاعته سالب نص. طب يا دكتور معلش انت قلت لي احفظ الرقم ده ما فيهوش سالب. ليه؟ لان انا بقول لك الفريزنج بوينت ديبريشن، يعني انخفاض درجه التجمد بتاعته تبقى نص. ايه ده؟ ايه الفرق؟ لما اقول لك درجه حراره تجمده كام قولي لي سالب نص، لكن لما اقول لك مقدار انخفاض درجه حراره تجمده كام، هو درجه حراره تجمده انخفضت بقيمه قد ايه؟ انخفضت منين؟ من الصفر، مش هو العادي ان هي صفر؟ اه. طب ايه اللي حصل؟ بقت سالب نص. فاذا هنا مقدار الانخفاض يعني قال لنا قد ايه؟ قال لنا نص. شفتي؟ قال لنا نص، لكن مش هقول قال لنا سالب نص، ما ينفعش اقول قليت سالب نص. قليت سالب نص دي يعني زدت، لان سالب السالب موجب. فاذا حضرتك بتقولي ان الفريزنج بوينت ديبريشن يعني مقدار الانخفاض في درجه التجمد كان كام؟ 0.52. ده التارجت، ده الغايه، ده الهدف بتاعي عشان يبقى المحلول ايزوتونيك. يبقى عشان المحلول بتاعي اضمن ان هو يبقى ايزوتونيك لازم يبقى الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعه 0.52. وضحت؟ وضحت. طيب تعال نشوف كده بطريقه. تعال نشوف مثال. عندي بروكين اتش سي ال. البروكين اتش سي ال ده ادي دي تحضيره، دي بريباريشن. اوكي؟ دي اسمها بريباريشن. البريباريشن دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن سولفنت ومعاها سوليوتس او دراجز، ادويه. تمام تمام. حلو. مين السولفنت بتاعي؟ H2O فور انجكشن، يعني ووتر فور انجكشن، ميه. ومين السوليوت بتاعي؟ البروكين اتش سي ال. عظيم خالص. البروكين اتش سي ال محطوط بنسبه 1%. قاعده عامه يا نعم. قاعده عامه. يقول لك الحاجه الفلانيه محطوطه بنسبه 1%، الحاجه العلانيه محطوطه بنسبه 0.7%. اي منظر من ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي 1 جرام في ال 100 مللي، وهنا عندي كام؟ عندي 0.7 جرام في ال 100 مللي. ايه ده يا دكتور؟ يعني لما يقول لي عندي 0.01% معنى كده ان انا عندي 0.01 جرام على ال 100 مللي؟ اه. ده الترجمه. ترجمي على طول، على طول في دماغك كده تفهمي. اه 1% دي لما اشوفها في البريبريشن يعني معناها ايه؟ يعني معناها ان انا عندي 1 جرام في ال 100 مللي. يعني يعني التركيز بتاعي او الحاجه بتاعتي عباره عن 1 جرام في ال 100 مللي. حلو. عظيم خالص. بيقول لي ايه بقى؟ نشوف. بيقول لي ان انا حطيت ميه، ها، اب تو، دي يعني اب تو 50 مللي، يعني الوسط بتاعي كله عباره عن 50 مللي. الفريزنج بوينت ديبريشن، ودي جيفن، دي هتبقى جيفن، يا اما هو هيدالك في المساله يا اما تروحي تجيبيها من الجدول. مش اتفقنا ان انا عندي جدول؟ اه جدول اهو. تعالي نشوف كده الجدول بتاعكم اللي هينزل في الامتحان ده فيه بروكين ولا لا. بسم الله. بروكين 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 اهو، بروكين هيدروكلورايد. الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعته كام يا دكتور؟ بتاعته 0.1 to 0.12 اهو. احنا هنا مظبوط 0.14، ما فرقتش قوي. انت طبعا بتاخدي الرقم اللي عندك اللي في الجدول. فخلاص هنا بيقول لي الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعت ال 1% بروكين اتش سي ال، ها، ب 0.14. تمام تمام. هاو ماتش صوديوم كلورايد تو بي ادد تو ادجست توكسيستي. كلام الجد بقى. والله مع العلم ان الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعت ال 1% صوديوم كلورايد ب 0.585. طيب مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، مسائل الايزوتونيستي كلها قاعده عامه كده عشان بس لما تيجي تعرفي تحلي. طريقه التفكير. كل مسائل التونستي مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم. اولا سي الجيفنز. شوفي الجيفنز عشان هتعرفي تحلي بانهي ميثود. تو determine the method. والله في المساله اللي فاتت دي الجيفنز بتاعتي ايه؟ ده مديني فريزنج بوينت ديبريشن. اه يبقى انا هحل بطريقه الكرايوسكوبيك او طريقه الفريزنج بوينت ديبريشن اللي هي ايه يا دكتور؟ هنقولها دلوقتي ما تستعجليش، بس انا بقول لك طريقه تفكير. تاني حاجه مبدئيا وات از ذا تارجت. بتحددي التارجت بتاعك اكوردنج للطريقه اللي هتمشي بيها. طب في طريقتي دي يا دكتور، في البروبلم اللي احنا بنحلها من سلايدات جامعه عين شمس، اول حاجه كرايوسكوبيك ميثود. طب تاني حاجه التارجت بتاعي ايه؟ التارجت ان انا عايز الفريزنج بوينت ديبريشن اوف بريباريشن بتاعت التحضيره بتاعتي تبقى 0.52 سلسيوس. طيب تالت حاجه يا دكتور في طريقه التفكير بتاعتي،
وات از، خلاص بقى انا عايز اعرف ذا فريزنج بوينت depression of the preparation right now. انا عايز اعرف هو حاليا اصلا الفريزنج بوينت قد ايه، عشان عايز اوصل لده. ده التارجت بتاعي صح؟ انا عايز اوصل ل 0.52 سيلسيوس، يعني عايز التحضيره بتاعتي يكون الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعها الرقم ده عشان تبقى شبه الدم. صح؟ صح. طب ما انا محتاج الاول اعرف what is the freezing point depression of my solutes. هي السوليوتس اللي موجوده في التحضيره الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعها كام؟ تعال نشوف. اهو انا عندي بروكين اتش سي ال. تمام. طيب هو الفريز او مديني جيفن الفريزنج بوينت بتاع ال 1% بروكين اتش سي ال عباره عن 0.14. طب وانا عندي قد ايه برسنت من البروكين؟ عندي 1%. فحظنا الحلو في المساله دي، ان هو الراجل مديك بيقول لك والله لو عندك 1% من البروكين اتش سي ال بيعمل المقدار ده من الفريزنج بوينت ديبريشن. طب وانا عندي قد ايه من البروكين؟ عندي 1%. فخلاص يبقى انا عندي مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم الكرنت سوليوت فريزنج بوينت ديبريشن ايكوال 0.14 سلسيوس. يبقى انا الوضع الحالي البريبريشن بتاعتي بتعمل فريزنج بوينت ديبريشن بالمقدار ده. طب هو انا عايز المقدار ده؟ لا. امال انا عايز ايه يا دكتور؟ يبقى انا الحالي 0.14. طب هو انا عايز الحالي ده 0.14؟ لا، ده انا النيدد او التارجت بتاعي عباره عن 0.52. فاذا انا محتاج قد ايه كمان؟ يبقى 0.52 ماينس ال 14 اللي عندي، فاذا يبقى انا محتاج 0.38 سلسيوس تاني او اضافيين اكملهم من بره. يبقى انت تحضيرتك لو فضلت على الوضع بتاعها هي بتحقق فريزنج بوينت ديبريشن 14. طب هو 14 ده ايه؟ ده هايبوتونيك، ده مصيبه يبوظ الدنيا ده. خدت بالك؟ لما انا حسبت الوضع الحالي لقيت ان التحضيره بتاعتي فيها سوليوتس تعمل فريزنج بوينت ديبريشن ب 0.14 سلسيوس. طب هو ده التارجت؟ لا، ده كده هايبوتونيك. ده محتاج ارفعها، محتاج ازود سوليوت كمان، احط مقدار اخر من السوليوتس. طب احط يا ترى مقدار اخر من السوليوتس اللي هو يعمل كام يعني؟ قال لك تحط سوليوتس تضيف لي الحبه دول من الفريزنج بوينت ديبريشن. حلو. يبقى انا دلوقتي معايا طرف خيط اقدر استخدمه. طب احط انهي سوليوت؟ هو قال لك في المساله، هو الراجل بيقول لك هاو ماتش، يعني كام الكميه، كام جرام اوف ان سي ال تو بي ادد تو ادجست ذا تورستي، يعني يا ترى هحط صوديوم كلورايد قد ايه علشان اظبط التورستي. طب حلو خالص. ايه المعلومات اللي عندي يا دكتور؟ المعلومات اللي عندي ان انا محتاج احط كميه معينه من الصوديوم كلورايد علشان تعمل لي العدد ده. محتاج احط كميه معينه من الصوديوم كلورايد بحيث تعمل لي الفريزنج بوينت ديبريشن بالمقدار ده اللي هو 0.38 اللي هو الحبه اللي هتوصلني للتارجت. تمام. طيب ايه المعلومات اللي عندي الاضافيه؟ ده مديني الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعت الايه؟ 1% صوديوم كلورايد. طب 1% صوديوم كلورايد بيعمل كام فريزنج بوينت ديبريشن يا دكتور؟ بيعمل 0.585. طب هل انا عايز الواحد يعني هل انا عايز دول كلهم؟ لا، انا مش عايز الكميه دي كلها. ده اصلا ده الرقم ده اكتر من الرقم التارجت كله على بعضه. امال انا عايز كام؟ انا لسه حاسبها، انا محتاج 0.38 فقط. فاذا انا مش عايز الرقم ده كله. فاذا انا مش عايز ال 1% صوديوم كلورايد كله. امال انا هعوز قد ايه؟ هنعمل ايه؟ المقص اللطيف بتاعنا. يبقى احنا محتاجين 0.38. طب والجيفن بتاعي ان ال 1% صوديوم كلورايد بيعمل لي فريزنج بوينت ديبريشن بمقدار 0.58 0.58 بسم الله 0.585. تمام. طب انا التارجت بتاعي كام؟ التارجت بتاعي 0.38 النيدد، انا اسف النيدد اللي احنا حسبنا ان احنا محتاجين 0.38 سلسيوس. فيا ترى هعوز قد ايه من الصوديوم كلورايد؟ هعوز قد ايه برسنت من الصوديوم كلورايد؟ هنعمل كروس مالتيبليكيشن 1% في 0.38 على 0.58 هتعملي 1% في 0.38 على 0.585 سلسيوس ايكوال كام؟ اهو هنشوف ايكوال كام. ايكوال والله 0.649%. يعني انا محتاج 0.649% صوديوم كلورايد. طب هو الراجل بيسالك انا عايز كونسنتريشن قد ايه؟ لا، ده بيسالك انا عايز هاو ماتش، يعني كام جرام. قوي قوي. ما انت يا دكتور لسه قايل لي المنظر ده لما اشوفه له ترجمه. مظبوط، كلام سليم. تعال نترجمه مع بعضينا. يبقى انا توصلت ان انا محتاج 0.6498%
ودي معناها يا دكتور انت قلت لي ان الرقم ده بيبقى جرامات دايبه في 100 مللي. طب هل انا تحضيرتي يا نعمه 100 مللي؟ تحضيرتك مش 100 مللي، تحضيرتك كام؟ 50. يعني اقول والله ان انا محتاج الرقم ده لو انا التحضيره بتاعتي 100 مللي، عشان اتفقت ان انا الكميه اللي محتاجها من الصوديوم كلورايد عشان تديني ال 0.38 هتبقى 0.649%. بس خلي بالنا، هحط كميه او هحط التركيز ده كله عندما يكون عن، يعني لما اقول لك هاو ماتش، انت دلوقتي هاو ماتش هتعملي ايه؟ هتروحي تعملي كده، هتقولي والله ده معناه 0.649 جرام في ال 100 مللي. يعني انا والله يا دكتور محتاجه، اروح اجاوب محتاجه 0.649 جرام. غلط. ليه غلط يا دكتور؟ هحتاج 0.649 جرام لما يكون التحضيره بتاعتي 100 مللي. طب انا تحضيرتي 100 مللي؟ لا، ده انا تحضيرتي 50 مللي. فهنعمل الكروس مالتيبيكيشن الثاني هنا، وده على ده، يبقى حضرتك احسب الدنيا 0.649 في ال 50 مللي على ال 100 هيديني كام؟ نشوف الحسبه بتاعتهم اهو، هيديني نصه 0.325 جرام. يبقى انا محتاج محتاج 3 من ال1000 او محتاج 0.325 جرام صوديوم كلورايد احطهم على ال 50 مللي اللي هي التحضيره بتاعتي علشان اخلي التحضيره بتاعتي ايزوتونيك. فهمتي؟ يبقى انا ملخصا سريعا، بسم الله الرحمن الرحيم، انا بدات في الاول، هو انا تحضيرتي التحضيره بتاعتي السوليوت اللي انا حاطه اللي هو البروكين اتش سي ال ده بيعمل فريزنج بوينت ديبريشن بمقدار كام؟ رحت شفت الجيفن او شفت في الجدول ال 1% بروكين اتش سي ال بيعمل 0.14. طب انا مستخدم كام؟ انا مستخدم 1%. 100 خلاص، يبقى انا عندي تحضيرتي بتعمل 0.14 سلسيوس. طب التارجت بتاعي كام؟ التارجت بتاعي 0.52 حفظ. ففاضل لي قد ايه على التارجت؟ 0.52 ماينس ال 14 اللي هم موجودين عندي. فاضل لي على التارجت ان انا 0.38 سلسيوس. طب هو في المساله قال لي ايه؟ قال لي ال 0.38 سلسيوس دول حققهم باضافه صوديوم كلورايد، يعني حط صوديوم كلورايد هو التوريستي موديفاير بتاعك. فرحت بصيت في الجدول لقيت الصوديوم كلورايد والله 1% فريزنج بوينت ديبريشن بتاعه الرقم ده. طب هل انا عايز الرقم ده كله؟ لا، انا عايز منه الحبه دي بس. فعملنا كروس مالتيبيكيشن اهو، 1% صوديوم كلورايد بيدي كذا، فالكذا اللي انا عايزه هيبقى بيساوي كام برسنت من الصوديوم كلورايد؟ طلع لي 0.649% من الصوديوم كلورايد. طب هل هو بيسال على البرسنت؟ لا، ده بيسال لي هاو ماتش، يعني جرامات، اماونت، وزنه، احط وزن قد ايه في المعمل. فهاخد الرقم ده اترجمه وزنه جرامات. طب هو الرقم ده معناه ايه؟ معناه عدد جرامات معين دايب في ال 100 مللي. طب هل انا تحضيرتي 100 مللي؟ لو تحضيرتي 100 مللي خدي الرقم ده. لو تحضيرتي 100 مللي خدي الرقم ده. طب تحضيرتي 50 يبقى لازم احط 50 واعمل كروس مالتيبيكيشن. تحضيرتي 30 هحط هنا 30 واعمل كروس مالتيبيكيشن. طب تحضيرتي 20 هحط هنا 20 واعمل كروس مالتيبيكيشن. تعالي ناخد مثال تاني. تمام؟ سيبك من دي، انا مش عايز احل دي، هنحل بطريقتنا العاديه خالص. اوكي. ده في الفيديو حلوها يعني وهنا ما حلوهاش. طيب المهم تعالي نحل يا سيدتي الفاضله ونشوف مع بعضينا الايه الحل هيبقى ازاي. طيب. عندي a solution contains 1 جرام اوف افيدرين HCl في فوليوم 50 مللي. يبقى انا عندي 1 جرام افيدرين HCl محطوطين في 50 مللي. What quantity of sodium chloride must be added to make the solution isotonic؟ يعني هو من الاخر بيسالني انا هحط صوديوم كلورايد قد ايه من مره عشان اخلي المحلول ده ايزوتونيك. وهاو ماتش dextrose would be required for this purpose؟ يعني برضه لو هحط ديكستروز، يعني لو هحط صوديوم كلورايد مره هحتاج قد ايه؟ ولو هحط ديكستروز مره هحتاج قد ايه؟ تعالي نشوف الجيفنز بتاعتي. بيقول لك الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعت ال 1% افيدرين كذا، والفريزنج بوينت ديبريشن بتاعت كذا، وادي كذا. دول جيفنز. طب سهله سهله خالص. ايه هي الموضوع؟ الموضوع بكل بساطه انا عايز اعرف بسم الله الرحمن الرحيم هشتغل ايه؟ كرايوسكوبيك، لانه بيديني فريزنج بوينت. تاني حاجه عاوز اعرف الوضع الحالي بتاعي هو كام؟ الفريزنج بوينت ديبريشن اوف ذا بريباريشن. تحضيرتي اصلا الفريزنج بوينت بتاعها كام؟ تعال نشوف اهو. انا عندي جرام من الافيدرين دايب في 50 مللي. طيب والله بيقول لي 1% افيدرين اتش سي ال بيعمل فريزنج بوينت بالمقدار ده. الله. طب هو يا ترى اللي فوق ده هو ده؟ ده هو بيقول لي 1% افيدرين بيديني فريزنج بوينت بالمقدار ده. وهنا التحضيره بتاعتي مش عارف، مش حاسسها كده 1%. طب ما تيجي نشوف هو ال 1% ده يعني ايه يا نعمه؟ 1% يعني 1 جرام دايبين في 100 مللي، صح؟ طب هو انا عندي هنا قد ايه؟ 1 جرام دايبين في 50 مللي. فاذا انا محتاج اعمل خطوه اولانيه ان انا عندي 1 جرام دايبين في 50 مللي. طب يا ترى في ال 100 مللي
لان انا عايز اشوف بالبرسنت، صح كده؟ صح. 1% على 50 اعمل 1 او 1% على ال 50 ب 2، يبقى انا كده عندي 2%، صح كده؟ او اقدر اقول يبقى انا عندي كده 2% افيدرين، صح؟ صح، عظيم خالص. طب انا عندي ال 1% افيدرين بيعمل لي فريزنج بوينت ديبريشن قد ايه؟ بمقدار 0.18، يبقى انا عندي 1% افيدرين، يلا يا عم هات لي الورق. عندي ال 1% افيدرين بيعمل لي 0.18 سلسيوس. طب هو انا عندي المحلول بتاعي اللي انا شغال بيه اصلا كام؟ 2%، يبقى هيعمل لي مقدار قد ايه؟ هنشوف. علامه الاستفهام دي عباره عن ال 2% في 0.18 على ال 1%. اعملي على الكالكوليتر هتلاقي المنظر ده، 2 في 0.18 على الواحد، يعني 0.36 سلسيوس. جميل خالص. يبقى انا الوضع الحالي ان انا عندي الفريزنج بوينت ديبريشن ب 0.36 سلسيوس. طب هو التارجت كام؟ 0.52 سلسيوس. فبالتالي النيدد كام؟ النيدد هيبقى التارجت ده ماينس الوضع الحالي 0.36. يلا يا سيدي تتفضل 0.52 0.36، يبقى 0.16 سلسيوس. ده النيدد صوديوم كلورايد اور ديكستروز. ده الكميه اللي محتاجين نضيفها من بره، سواء صوديوم كلورايد او ديكستروز، ما هو طلب منك الاثنين. يبقى انا محتاج اضيف من بره موديفاير، تونستي موديفاير، يعمل لي فريزنج بوينت ديبريشن بالمقدار ده. صح؟ صح. حلو. فدلوقتي انا محتاج قدر ما من الصوديوم كلورايد عشان يعمل لي الشكل ده. طب هو ال 1% صوديوم كلورايد يعمل كام؟ والله اهو كنا لسه عاملينها، ال 1% صوديوم كلورايد بيعمل 0.585. هنعمل كروس مالتيبيكيشن اللطيف بتاعنا، انك عندك ال 1% صوديوم كلورايد بيعمل 0.585. طب انا عايز 0.16 بس، اهو هتعملي كروس مالتيبيكيشن 0.16 مضروبه في الواحد على يعني 0.16 على ال 0.585. يبقى انت حضرتك كده محتاجين علامه الاستفهام دي من الصوديوم كلورايد هتساوي 0.273%. طب هل ده الوضع اللي انا عايزه؟ لا، انا مش عايز برسنتات، انا عايز ايه؟ انا عايز اماونت. طيب معناته ايه الكلام ده؟ معناته ان انا عندي 0.273 جرام في ال 100 مللي. طب هل هي تحضيرتي 100 مللي؟ نرجع بص على التحضيره بتاعتي، انا تحضيرتي 50 مللي، ده تحضيرتي مش 100 مللي، فاذا انا تحضيرتي 50 مللي. يبقى يا ترى كام جرام؟ اهو تعملي كده، دي في ال 50 على ال 100، يبقى انا محتاج 0.1367 جرام اوف صوديوم كلورايد. ده كده بالنسبه للصوديوم كلورايد، انت محتاجه الرقم ده من الصوديوم كلورايد. طب طلب مني طلب تاني، هو انا هحتاج قد ايه ديكستروز؟ نفس النظام. هو انا كان النيدد بتاعي قد ايه؟ النيدد بتاعي 0.16 سلسيوس، ده الفريزنج بوينت ديبريشن النيدد. يا ترى محتاجين قد ايه من الديكستروز؟ طب هو الواحد في المية ديكستروز بيعمل فريزنج بوينت ديبريشن قد ايه؟ هو مديها لي جيفن، او هتروحي تجيبيها من الجدول 0.09 اهو، سوري، سلسيوس. حلو، هنعمل بالكروس مالتيبليكيشن عشان اشوف البرسنت اللي انا هستخدمها من الديكستروز اهو، قوي قوي. هنعمل اهو ال 0.16 على 0.9، يعني هحتاج 1.78% من الديكستروز. طب انا عاوز برسنتات؟ لا، انا بعوز اماونت. طيب الاماونت بتاعتي ده اهو سايحين في ال 100 مللي. طب انا تحضيرتي كام؟ تحضيرتي 50 مللي. الاكس ده عباره عن ايه؟ اهو هنضرب في ال 50 على ال 100. ايوه، يبقى انا محتاج 0.38 سوري 0.88 جرام اوف ديكستروز. طيب رجعنا مع بعض يا شباب، كده احنا اتعلمنا واتكلمنا عن الفريزنج بوينت بريشر والمسائل بتاعتها، وفهمنا نحل بيها ازاي.
طيب في حاجه في الفيديوهات اللي فاتت انا ما كلمتكش عن حاجه اسمها ازاي احسب الفريزنج بوينت ديبريشن. انا كنت في اللي فات بتعامل معاك على ان الفريزنج بوينت ديبريشن هتجي لك جيفن، وده اللي هيحصل. يعني فريزنج بوينت ديبريشن هتجي لك جيفن، وكده كده اصلا هي موجوده في الجدول اللي بيجي لك في اخر الامتحان. يعني فين الجدول اللي بيجي لك في اخر الامتحان؟ بسم الله اهو، ده العمود اللي يخص الفريزنج بوينت ديبريشن اهو، فريزنج بوينت ديبريشن. فهي كده كده المعطيات كلها جيفنز، فمش هتحتاج تحسبها. ولكن فرضا يا سيدي الراجل يطلب منك انك تحسب الفريزنج بوينت ديبريشن، الفاليو نفسه انا بكتبها كده، عندك بتكتبوها كده اف ايا يكن الاسم ده او الاسم ده، مش ده الفارق. يعني الفرق انك تبقى فاهم ازاي احسب الفريزنج بوينت ديبريشن. هل ليها قانون؟ طيب مبدئيا نحتاج ناكد على شويه حاجات. مبدئيا الفريزنج بوينت بتاعه السوليوشن اصغر من الفريزنج بوينت بتاعه البيور ووتر، زي ما شرحت لك هناك. دلوقتي لو عندي ميه عذبه وميه مالحه، مين فيهم بيتجمد عند الصفر؟ الميه العذبه. طب مين فيهم بيتجمد تحت الصفر؟ الميه المالحه. فاذا حصل انخفاض في الفريزنج بوينت، فالفريزنج بوينت بتاعه السوليوشن اقل من الفريزنج بوينت بتاعه البيور ووتر. دي ام سي كيو. اوكي يا شباب؟ طيب زي ما الميلتنج بوينت بتاعت يعني عرفناها من الايس، لما جبنا ثلج لقينا ان الثلج بيبتدي يسيح من صفر فيما فوق، لكن الثلج بتاع الماء المالحه بيبتدي يسيح من عند مثلا نيجاتيف 1. ما كانش طبيعي بالنسبه لنا. يعني سيبك من القصه دي. طيب ازاي احسب الفريزنج بوينت يا دكتور؟ قال لك باستخدام حاجه اسمها ال ايزو. طب ال ايزو ده مين؟ ال ايزو ده برضه هتلاقيه موجود في الجدول اللي في الاخر ده. هتلاقي حاجه اسمها ال ايزو، تلاقي عمود اسمه ال ايزو. طيب الشغلانه الزرقاء دي بقى يا دكتور، يعني بصوا كده كده اللي انا بقول لك، يعني المساله بكلمك عنها دي مش هتيجي نسبه كبيره يعني، بس فرضا نستعد لها. الراجل بيقول لك ايه؟ تعالى نشوف قانون الفريزنج بوينت تحسبه ازاي. بص يا سيدي الفاضل، فريزنج بوينت ديبريشن بتتحسب عباره عن ال ايزو مضروبه في مين بقى؟ مضروبه في المولاليتي. مولاليتي ايه المولاليتي دي يا دكتوره؟ بص يا سيدي الفاضل، المولاليتي دي يا عزيزي حاجه اسمها المولال كونسنتريشن. الام دي بتبقى عباره عن، نجي لها كمان شويه يعني، بس هي بتبقى عباره عن المولز اللي موجوده في 1 كيلو جرام اوف ووتر او سولفنت. المولز اللي موجوده في 1 كيلو من السولفنت، او بلاش كلمه 1 كيلو دي، 1 لتر من السولفنت. لو السولفنت ده ميه، لان كيلو الميه هو لتر الميه. طب هي المولز دي عباره عن ايه لو عايز افكها؟ المولز دي على جنب كده عباره عن الماس على المولر ماس او المولر ويت. صح كده؟ صح كده. فاذا لما نيجي نفك الفكه اللطيفه بتاعتنا ونظبط الظبطه بتاعتنا، هتلاقي في الاخر ان انت ايه، المنظر بتاعك بقى عامل كده، ان الفريزنج بوينت ديبريشن ايكوال ال ايزو مضروبه في المولاليتي. المولاليتي دي بقى انا عايز احطها بمنظر مظبوط. هتتعمل ازاي دي؟ قال لك الماس ان 1 لتر، الماس بير لتر، يعني بلاش كلمه ان دي، الماس بير لتر. بحسب الماس في اللتر كام، وانت طبعا المسائل كلها بتجيب لك الماس في ال 100 مللي، الماس في ال 60 مللي، فبنقعد نعمل المقص اللطيف بتاعنا عشان نجيب الماس في اللتر هيبقى كام. ده بيتقسم على ايه؟ بيتقسم على الموليكولار ويت. فاذا بتجيب ال ايزو وتضربه في الماس بتاع الدراج مقسوم على الموليكولار ويت بتاعه، فاقدر اجيب الفريزنج بوينت ديبريشن ديو تو ذيس دراج. طبعا هم الناس عملوا الموضوع ده وريحونا وعملوا لنا جدول. الارقام دي في بقى الجيفنز، يعني هم مسكوا كده كل جدول، مسكوا الامينوفيلين وجابوا، والله جابوا الماس بتاعه، مثلا ثبتوا اوزان معينه وقالوا والله مش عارف الماس بتاعه لو كذا على الموليكولار ويت، على الموليكولار ويت بتاعه، هوب 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 واضرب يطلع لك، اضرب في ال ايزو يطلع لك، وهكذا. عملوا الموضوع ده وريحونا. بس يعني فرضا لو طلب منك تبقى عارف الحسبه بتاعتها بتتحسب ازاي، زي ما قلت لك كده، ال ايزو الماس 1 لتر، الماس بير 1 لتر على الموليكولار ويت. مين دي؟ مين المنظر دي؟ دي اللي هي المولاليتي، دي اللي هي المولاليتي. طيب هو هنا بيقول لك على جنب كده، على جنب كده، فرضا ال ايزو بقى عايزين نحسبها هي كمان. قال لك ال ايزو دي بتتحسب عن طريق حاجه اسمها ايونيزيشن فاكتور مضروبه في الكي اف، والكي اف دي بتجي لك جيفن اللي هي المولال ديبريشن كونستانت، بتبقى للميه 1.86. الكلام ده مش هيجي غالبا بنسبه كبيره يعني، بس هو بيشرح لك الدنيا جت منين. طيب اوكي، تعال نشوف تطبيق للكلام ده. بروبلم 2. if you know that sodium propionate is 2 ion electrolyte dissociating 80%. حلو كده. in certain concentration. ماشي. calculate ال ايزو if you know that ال كي اف 1.86. طب ال ايزو دي كانت بتتحسب ازاي يا دكتور؟ ال ايزو كانت اي مضروبه في الكي اف. هو مديني الكي اف، انا لازم اجيب الاي. طب اجيب الاي ازاي؟ سهله، عندي 2 ايون الكترولايت، يعني صوديوم بروبيونات دي صوديوم برو اهو، هيتفك. قال لك كام؟ 80%، يعني هيديني صوديوم برو برضو زائد صوديوم وبرو لوحده. اي كلام اهو، ادي 100 ادي 20 وادي 80 وادي 80.
88 يبقى 1.8 يبقى الاي ب 1.8 مضروبه في الكي اف اللي هو مديها لي 1.86 يبقى طلعت لي بكام؟ الاي فاكتور هو ب 1.8 يبقى ال ايزو ب 3.35 فانا كده جبت ال ايزو اللي هو عايزها. عظيم، يا ريت يجيب لي سؤال زي كده في الامتحان تعويض مباشر وعبيط خالص. وات از ذا فريزنج بوينت ديبريشن اوف 1% صوديوم بروبيونيت والموليكولار ويت كذا. واحد فيكم بقى يقول لي هروح الجدول اجيبها. على فكره انت لو رحت الجدول وجبتها انت مش غلط، بس ممكن ما نلاقيهاش في الجدول مثلا. يعني تروح كده الصوديوم بروبيونيت ما لقيناهاش في الجدول، خلاص الراجل قفلها عليك، فانت كده محتاج تحسبها. يبقى انا عشان احسبها اعمل ايه؟ احط في القانون بتاعي فريزنج بوينت ديبريشن هتساوي ال ايزو اللي انا لسه جايبه حالا ده مضروب في المولاليتي. ال ايزو اللي هو كام؟ 3.35 في المولاليتي. ايه المولاليتي دي يا دكتوره؟ المولاليتي دي اتفقت معاك ان هو الماس ان 1 لتر على الموليكولر ويت. عظيم خالص. 3.35 في هو الماس ان 1 لتر اجيبها ازاي؟ تعال نشوف. هو الراجل هنا بيقول لي البتاع ده عباره عن ايه؟ 1% صوديوم بروبيونيت. يعني ايه 1% صوديوم بروبيونيت؟ 1% دي يا شباب معناها دايما اي حاجه كلمه حاجه برسنت دي يبقى كده معناها كده ان انا عندي 1 جرام نايبين في ال 100 مللي ميه. طب هو انا عايز في ال 100 مللي ميه؟ لا انا عايز في ال 1000 صح؟ يبقى 1 في ال 1000 على ال 100. يبقى هنا الاكس دي بكام؟ 1 في ال 1000 على 100. لو انت ساقط حساب احسبها على الاله، لو انت مش ساقط حساب هتلاقيها 10. يبقى انا عندي ال 1 جرام لو دايبين في 100 مللي ميه يبقى انا عندي 10 جرام دايبين، 10 جرام دايبين في الايه؟ في ال 1000 مللي ميه اللي هو اللتر. يبقى انا عندي كده الجزء اللي فوق اللي هو الماس في اللتر، يبقى انا عندي 10 جرام دايبين في اللتر الواحد. عظيم. على الموليكولار ويت هو مديهولك اهو 96. يبقى فريزنج بوينت ديبريشن ايكوال 3.35 اللي هو ال ايزو مضروبه في الماس على المولر ماس، الماس في ال 1 لتر طبعا. ده اللي هو مين؟ ده المولاليتي. حلو كده. عوض على الكالكليتر هتطلع لك اهو 0.35 ديجريز. يبقى انا الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعه الصوديوم بروبيونيت عباره عن 0.35 ديجريز. طيب يا شباب كده نكون خلصنا من بارت 1. بس قبل ما نخلصه عايز اديك برضو مثال على الحل بتاع حوار ال ايزو ده. هو في دقيقتين بصوت خالص شوفهم وكده نكون خلصنا بارت 1 ونخش على بارت 2 باذن الله اللي هو هنناقش فيه الصوديوم كلورايد اللي هي الاي فاليو بلس الكلاس 2 ميثودز. يلا السلام عليكم. هنا بقى هو بيشرح في الموضوع تاني والقصه الحزينه دي قصته هنا تانية لطيفه خالص. هاو ماتش بوريك اسيد. هنا بقى انا هستخدم بوريك اسيد، مش هستخدم زي كده استخدمت الدكستروز عادي خالص ما تنهتيش. بيقول لي كان عندي هولوكين هيدروكلورايد 1% وده الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعه، وكلوروبيوتانول نص في المية وده الفريزنج بوينت ديبريشن بتاعه. تمام. وديستلد ووتر لغايه 60 مللي والبوريك اسيد اي ايكويفالنت سيبك منها مش دلوقتي، دي في الطريقه الثانيه. تمام. طيب بيسال how much boric acid should be used in compounding the fluid prescription to render isotonic with lacrimal fluid. يعني فلويد يعني دموع للدموع، بديل دموع. فمبدئيا اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم انا ايه طريقه ايه؟ كرايوسكوبيك. عرفت منين؟ عشان الفريزنج بوينت ديبريشن. طب تاني خطوه بعملها هشوف السوليوتس بتاعتي اصلا عامله فريزنج بوينت ديبريشن قد ايه. ايه ده يا دكتور بس انا اول مره بقى كده يبقى عندي 2 سوليوتس. سهله خالص بسيطه خالص. تعالي نجرب. اولا انا عندي 1% هولوكين هيدروكلورايد. طب ال 1% هولوكين هيدروكلورايد بيعمل كام؟ بيعمل 0.11. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم 0.11 ديو تو الهولوكين. يبقى انا عندي فريزنج بوينت ديبريشن بالمقدار ده نتيجه الهولوكين. طب هل الهولوكين لوحده؟ لا ده انا عندي كلوروبيوتانول. طيب الكلوروبيوتانول بيعمل ايه؟ الكلوروبيوتانول 1% منه بيعمل 0.14. طب هل انا حاطط 1%؟ لا ده انا مستخدم نص في المية. فاذا ال 1% بيعمل لي 0.14. فاذا النص في المية يعمل كام؟ كروس مالتيبليكيشن نص في ال 0.14 على الواحد. يبقى من الاخر نص في ال 0.14 وخلاص. ها يبقى كام؟ يبقى 0.7 صح كده؟ فيبقى انا عندي هنا 0.07 ديو تو الكلوروبيوتانول. في معلومه احنا خدناها مع بعض من شويه، قلنا ان الفريزنج بوينت ديبريشن لو انا عندي ديريفيشن فيها اكتر من سوليوت نقدر نجمعهم. نقدر ايه؟ نجمعهم. هنعمل ايه؟ ده انا عندي فريزنج بوينت ديبريشن ديو تو هالوكين بالمقدار ده وعندي بالمقدار ده، فاذا التوتال فريزنج بوينت ديبريشن ايكوال 0.11 زائد 0.07 يبقى 0.18 سلسيوس. يبقى انا التحضيره بتاعتي قرعه كده لوحدها بالحاجات اللي فيها هتعمل لي الفريزنج بوينت ديبريشن بالمقدار ده. طب هو التارجت بتاعي كام يا دكتور؟ التارجت 0.52 سلسيوس. يبقى النيدد من البوريك اسيد اللي انا عايز اضيفه من بره ده، وانا عايز احط قد ايه بوريك اسيد؟ عايز احط بوريك اسيد يعمل لي فريزنج بوينت ديبريشن
بالمقدار اللي هنجيبه دلوقتي حالا، اللي هو اللي هو ال 52 بقى ماينس 18. 52 ماينس ال 18 يبقى 34 سلسيوس. يبقى انا عايز بوريك اسيد يعمل لي المقدار ده من الفريزنج بوينت ديبريشن. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ السهله خالص والبسيطه خالص. ايه هي؟ اهو هو ال 1% بوريك بيعمل قد ايه فريزنج بوينت ديبريشن؟ اهو دي هنجيبها من الجدول. ال 1% بوريك اسيد بيعمل المقدار ده سيلسيوس. عظيم خالص. طب هل انا عايز المقدار ده كله؟ لا، ده انا عايز مقدار اعلى منه كمان، عايز 0.34 سيلسيوس. يبقى هعمل كروس مالتيبيكيشن، المحاضره كلها كروس مالتيبيكيشن. 1 في 0.34 على 0.9 يبقى 0.34 على 0.29 يديني 1.172%. طيب هل انا عايز برسنت؟ لا، انا عايز قيمه، كميه، هاو ماتش. فاذا ال 0.7 جرام دول دايبين في 100 مللي. هي تحضيرتي كام مللي يا دكتور؟ تعالى نطلع نبص. ريندر ايزوتونيك 60 مللي، ده انا مش عايز 100 مللي. فاذا انا عايز 60 مللي، فيبقى كام؟ اهو 1 في 60 على 100 في 60 على 100. يبقى انا محتاج 0.703 جرام اوف بوريك اسيد. اهي هي دي طريقه الفريزنج بوينت ديبريشن. وزي ما انت واخده بالك او زي ما انت شايفه ان انا اقدر احلها كمان بطريقه الصوديوم كلورايد ايكويفالنت، دي اللي هنقولها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. بس كده نكون خلصنا طريقه الفريزنج بوينت ديبريشن. عايزك تحلي عليها. وطبعا عندنا هنا سؤال بيقول لك عندي خلينا في دي. A solution of anhydrous dextrose الموليكولار ويت بتاعه 180، في 25 جرام دايبين في 500 مللي ميه. حلو. calculate the freezing point of the solution. هنا ده الطريقه اللي انا قلت لك انا مش متوقع تيجي، ولو جت تبقى هديه. هو هنا عايز حضرتك تحسبي الايه؟ الفريزنج بوينت اوف ذا سوليوشن. وعايز ايه؟ خلي بالك، كالكوليت ذا فريزنج بوينت. هقول لك اللعبه فين دلوقتي. طب احسبها ازاي دي يا دكتور؟ افكر وانا ما عنديش قانون يجمع الحاجات دي كلها غير قانون الايزو ده. ال ايزو ايكوال الفريزنج بوينت ديبريشن على المولاريتي. طب والمولاريتي دي كانت عباره عن ايه يا دكتور؟ فريزنج بوينت ديبريشن على المولاريتي. ايه المولاريتي دي؟ المولاريتي دي كانت عباره عن الويت بير لتر على الموليكولار ويت. صح يا دكتورتنا. حلو، جميل خالص. ماشي. ال ايزو بكام؟ ال ايزو طبعا هو انت المفروض هتجيبيه من الجدول. هتروحي تجيبي ال ايزو بتاع الانهيدروس ديكستروز. المفروض الانهيدروس ديكستروز انا جبته لك من الجدول هيبقى 0.09. يعني المفروض جيفن كده جنبنا ال ايزو ايكوال 0.09. تمام. طيب حلو خالص. هنعوض تعويض مباشر عشان نجيب الفريزنج بوينت ديبريشن. دي اللي احنا عايزين نجيبها. الحاجات الثانيه كلها موجوده. طب موجوده ازاي يا دكتور؟ اهو 0.09 ده ال ايزو، والفريزنج بوينت ديبريشن ده اللي احنا عايزين نجيبه على الموليكولار ويت عندي. لا سوري، الويت في الليتر. الويت بالليتر. عندي الويت بالليتر ده انا عندي 25 جرام في ال 500 مللي. طب انا مش عايز في ال 500 مللي، انا عايز في الكام؟ اهو 25 في ال 500. انا عايز اللي هو في كام؟ في ال 1000. طالما عندي 25 في ال 500 يبقى انا عندي كام في ال 1000؟ عندي 50. فاذا يبقى عندي 50 ده الويت اللي موجود في اللتر. الويت اللي موجود في اللتر. انما الله يسترك، انا ما اقصدش ويت بالليتر عشان تكتبي لي 50 على ال 1000. انا اقصد الويت اللي موجود في اللتر. تمام. 50 على الموليكولار ويت اللي هو 180. تمام. طيب خلصي ده لوحده. يعني ايه اخلص ده لوحده؟ يعني شوفي الناحيه دي كده لوحدها هتبقى بكام؟ الحته اللي تحت دي 50 على 80 دي 50 ولا 50 على 180. شوفي هتبقى بكام؟ هتبقى ب 0.278. اذا الفريزنج بوينت ديبريشن هتبقى الرقم ده في 0.9. يبقى 25 سلسيوس. هو انا كده طلعت ايه؟ طلعت المطلوب؟ لا غلط. ليه يا دكتور؟ ما هو ده الفريزنج بوينت ديبريشن اهو. هقول لك انت غلطتي غلطه شنيعه. هو عايز الفريزنج بوينت ديبريشن ولا عايز الفريزنج بوينت اوف ذا سوليوشن؟ ده عايز درجه حراره التجمد. ايه ده؟ يعني تقصد هو عايز يعرف الفريزنج بوينت كام مش الفريزنج بوينت ديبريشن؟ هو كان ايه الفرق؟ الفرق بينهم الساين، النيجاتيف ساين. فالفريزنج بوينت ساعتها هتبقى نيجاتيف. هو نفس الرقم بس هنحط له نيجاتيف. تودي في داهيه دي؟ توديكي في ايه؟ في الكلام.
السلام.